رأس الوزير الأول سيف غريب اليوم اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة. ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي ويضمن ديموميته وفعاليته من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.